اهلا بيكم. الحلقه اللي فاتت اتعرفنا على قائمه بروجكت، وتعرفنا على الاوديو، وتعرفنا على البريفيو، وتعرفنا على الافكتس. النهارده هنتعرف ان شاء الله على التايم لاين. بالنسبه للتايم لاين بيبقى موجود فيه الليارات بتاعتنا. نقدر كده نوسع مساحه الليارات. هنا نقدر نحط ليارات تحت بعضيها. لو عايز اقطع الجزء اليمين بندوس الت وبندوس القوس ده زي ما انتم شايفين. اوكي، كده بيمشي الفيديو وبينتهي لغايه هنا. عايز احط بعديه فيديو تاني، بنروح جايين ساحبين فيديو تاني وحاطينه مثلا هنا. بص هنشوف اللايرات بتاعتنا. لو عايز امشي لاير بدوس كوماند او كنترول وسهم يمين، سهم شمال. عايز ارجع كوماند او كنترول سهم يمين. اوكي، احنا كده وقفنا هنا. عايز اقول له ابدأ من هنا الفيديو التاني، بقف عليه وبروح ادوس قوس بيجي لوحده، او بعمل له دراج بمسكه لوحده واروح سحبه كده. خلاص بعد ما انا حطيت الفيديو هنا، اوكي، اقدر برضك اعمل له ديليت وايه وارجع الفيديو بتاعنا ده تاني كده. ان انا بمسك الطرف بتاعه وبسحبه كده عشان يكمل. اوكي، عرفنا دلوقتي ازاي اقطع الفيديو. لو انا مش عايز الجزء ده اللي على اليمين بروح دايس الت قوس اليمين. طيب لو حطيت الفيديو التاني، اوكي، وعايز من الجزء ده خليه والجزء ده ما خلوش، بروح قاطع الجزء ده ازاي؟ الت قوس شمال. تمام، واروح جايبه حطه في الجزء اللي انا عايزه. نيجي بقى نشرح الايه الخصائص بتاعته. اوكي، عندنا هنا تحت في الثلاث حاجات دول. اوكي، لما باجي ادوس هنا بيديني نورمال، باجي ادوس هنا كده تاني بيديني الخصائص ديت، باجي ادوس هنا تالت بيديني نورمال تاني، وممكن افتحهم من هنا كلهم مع بعض زي ما انتم شايفين. اوكي كده تمام. طيب تعالوا نشرح ايه حاجة ايه اللي احنا بنعمله. لو حد شغال فيكم على الفوتوشوب، دي قائمة المود، تقدر تعمله مالتيبلاي، سكرين، لايتن، اوفرلاي. هنشرح دي واحنا شغالين. نيجي نشرح القائمة التانية. دي هنا الموشن بلور. اوكي، لو احنا عايزين نعمل للحركة بلور كده وهي داخلة وهي خارجة وهنتعرف عليها، بدوس هنا على اللاير وبفتحها هنا من فوق. لما بفتح هنا من فوق بيديني بلور، يأكتف لي البلور بتاع كل الفيديوهات. بس لو انا شلت البلور من على الفيديو ما بقاش كده متأكتف، لازم اعمل بلور واعلم على دوت بحيث ان انا ابقى مأكتف كل البلور اللي على الفيديوهات واقدر اشيله من نفس الزرار. اوكي، ودي هنا لو انا عايز اخلي الملف بتاعي او الفيديو 3D اقدر احركه كحركة 3D. نيجي بقى هنا، ده هنا لو انا عندي مثلا ممكن يبقى عندي مثلا 60 لاير في البرنامج. طب انا عايز اشتغل بس على لاير واحد واخفي الباقي واخليهم برضو موجودين. طب بنعمل ايه؟ من هنا اوكي هايد. اوكي، شايفين من هنا هايد اول، وباجي اروح خفيه من هنا. اوكي، طب عايز اظهره بفتح دي واروح ظاهره. اوكي، بيظهر معايا، يبقى اقدر اخفيه واقدر اظهره بس بكون ماكتف الهايد تول. طيب هنا دي لو انا عايز اخفي الفيديو واشوف اللاير اللي تحتيه، وهنا لو عايز اقفل الصوت بتاعه واشغله. تعالوا نشرح بقى الخصائص بتاعت الفيديو نفسها. لو انا جيت فتحت السهم الصغير هنا اللي جنب الفيديو، بلاقي هنا الترانسفور، الخصائص بتاعت الفيديو، والاوديو، الخصائص بتاعت الصوت. اوكي، طيب لما اجي هنا افتح ترانسفورم هنلاقي هنا انكر بوينت. اوكي، ايه الانكر بوينت دي؟ الانكر بوينت اللي هي النقطه دي. اقدر اخلي الفيديو يلف حوالين النقطه دي من هنا، اقدر اخليه يلف حوالينها. لو عايز اعمل روتيشن يعني اخلي الفيديو يلف حوالين نفسه. اوكي، بيلف حوالين النقطه دي نفسها، وده اسمه الانكر بوينت. اوكي، لو عايز اعمل سكيل بردك بيصغر في نفس النقطه زي ما انتوا شايفين ويكبر من نفس النقطه. اوكي، الانكر بوينت لو انا عايز اخلي الفيديو الانكر بوينت بتاعته تبقى هنا مثلا. اوكي، تحت هنا شويه، ونيجي نعمل روتيشن مثلا. بص بيلف ازاي الفيديو والانكر بوينت بتاعته. اوكي، طيب انا مش عايز اعمل الكلام ده، انا عايز اعمل ايه؟ عايز احرك الانكر بوينت نفسها اخليها مثلا هنا.
اوكي هنجيب الانكر بوينت اهيت بالاداة دي لفوق شايفينها. اوكي نروح ماسكينها كده وحطينها مثلا هنا ونيجي نلف. بص بيلف منين. اوكي نرجع. طيب عايزين نصغر ونكبر. نصغر بيصغر من الانكر بوينت شايفين. كبر كبر. اوكي تمام. طيب دي هنا البوزيشن عشان لو عايز اجيب مثلا الفيديو شمال عايز اجيبه يمين، وهنا لو عايز اطلعه فوق او انزل الفيديو تحت شويه زي ما انتم شايفين كده. والسكيل طبعا لو عايز اصغر او عايز اكبر. هنا بيصغر طول وعرض. لو عايز بس طول او طول لوحده ولا عرض لوحده بشيل العلامه دي بيصغر كده العرض، والطول اللي بيصغر لوحده. هنا الروتيشن لو عايز الف الفيديو سوري لو عايز الف الفيديو. اوكي وهنا الاوباستي بتاع الفيديو اللي هو لو عايز اقلل ايه الاوباستي بتاعت الفيديو. اعمل له هيدن واعمل له شو. اوكي تمام. دي بالنسبه للترانسفورم. نيجي هنا الاوديو نفس النظام. بتيجي هنا تفتح الاوديو تلاقي هنا ايه ظهر عندك الصوت بتاعك. تقدر توطي الصوت وتقدر تعليه زي ما احنا شايفين كده. اوكي لو عايزين نرجع في الخصائص دي كلها ونخليها زي الاول بندوس هنا ريسيت بترجع كل حاجه زي ما هي بالنسبه للترانسفورم. طب الاوديو نرجعه زيرو هنا خلاص كل حاجه رجعت زي ما هي كده. تمام تمام. طيب بالنسبه للفيديو دوت احنا خلاص عملنا عليه الانيميشن مش عايزين نحرك فيه اي حاجه. بنروح جايين دايسين هنا على القفل ده كده. مش هقدر العب في الخصائص بتاعته ولا اعمل فيه اي حاجه. خلاص اتقفل. لازم افتحه عشان العب في الخصائص بتاعته. اوكي اوكي. هنا بالنسبه التايم لاين بقدر اكبر بالبلس واصغر الفريمات بالماينس زي ما احنا شايفين. وبقدر اكبر من هنا وبصغر من هنا. لو قابلتك اي مشكله في الافتر افكت اكتب لنا على الوول في الجروب واحنا تحت هنحلها لك في كومنت. علشان تتابعنا اعمل سبسكرايب على اليوتيوب، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير.